قرار تحكيمي غلط اترتب عليه ان لاعب عربجي يكمل الماتش ولاعب مهم في الفريق المنافس يكمل الماتش مصاب، فترتب على ده كمان ان اللاعب المصاب ده كان وجوده زي عدمه، فاللاعب العربجي جاب الجول الاول وجاب الجول التاني بسبب ضربة جزاء اتسبب فيها برضو اللاعب المصاب. مارتن يول ابتدى اللقاء بطريقة 4-2-3-1، احمد عادل في حراسة المرمى، احمد فتحي باك يمين، سعد سمير ورامي ربيعة قلبين دفاع، اخرة صبري رجع تاني باك شمال، قدامهم حسام غالي وحسام عاشور لاعيبة ارتكاز، قدامهم عبد الله السعيد على يمينه وليد سليمان وعلى شماله مؤمن زكريا، وكلهم تحت راس حربة وحيد عمرو جمال. بعد الجول التاني للزمالك مستوى الاهلي اتظبط شويه ومسكنا كوره وكنا بنعمل بيها اللي احنا عاوزينه، وكيرفنا كان عمال بيعلى لغايه ما بالفعل جبنا جول بسبب ضربه جزاء اتسبب فيها المجتهد عمرو جمال واحرزها مستر اسيست عبد الله السعيد. وبعد ما النتيجه بقت 2-1 وفي وسط الفوق اللي احنا كنا فيها فضلنا نضيع اكتر، وكنا اقرب ما يكون لاننا نتعادل، والزمالك كان حرفيا محشور في نص ملعبه. فيقوم مارتن يول في بداية الشوط التاني مطلع عمرو جمال وهو فايق، وربنا يعلم دي أول مرة أشكر فيها في عمرو جمال، وينزل لنا خيال عماد متعب اللي مخلله بقاله مدة على الدكة ومتوقع إنه هينزل يعدل الميلة. فالضغط اللي احنا كنا عاملينه بدأ يتفك، فتحصل شوية فركشة وشوية هجمات مرتدة علينا تنبئ بوجود خطر، لغاية ما يجي فينا جول تالت بهجمة مرتدة عن طريق غلط نفس اللاعب المصاب اللي اتكلمنا عنه في أول الفيديو، ومش عارف هو كمل ليه الماتش بعد ما اتصاب وفقد تركيزه تماما، والنتيجة بقت 3-1. فيقوم الساذج مارتن يول منزل لاعب ما كملش اسبوع جوه اسوار النادي، وهو اصلا مريح بقاله اكتر من شهر، والمفروض ان اللاعب دوت هينزل يعمل له فيها ساحر ويجيب جولين ويتعادل لنا، وهو اصلا متورط في الماتش. لو لسه ما خدتوش بالكم، مارتن يول المدير الفني للاهلي هو ملك الفلسفه في التشكيل وملك التوريط في التبديل، وبالطبع الفلسفه ديت مش في الصح، دي في الغلط. هتقولي ازاي؟ هقولك يعني انت لعبت علي معلول وعمل ماتش حلو جدا قدام انبي وهو اول ماتش ليه وكمان طلع نجم الماتش، تروح مقعدهولي النهارده على الدكه وبادئ لي بالفرده الشمال المهويه اللي اسمها صبري رحيل؟ ده بالنسبه للتشكيل. اما التوريط فهو نزول ميدو جابر في اول ماتش ليه مع الاهلي وهو مريح بقاله اكتر من شهر، والماتش دوت يكون نهائي كاس مصر وكمان قدام الزمالك والاهلي خسران 3-1. يعني انت منتصر ان هو يعمل لك ايه؟ بس دي مش حاجه غريبه على مارتن يول، لانه عمل موقف شبيه بدوت قبل كده مع احمد حمدي. شكرا كل الشكر لاحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان وعمرو جمال، انتم كنتم النهارده روح الاهلي، وملعون ابوها دي اصابه اللي تسببت في خروج وليد سليمان من الماتش. وشكر بسيط لسعد سمير ورامي ربيعه وغالي وعبد الله السعيد. احمد عادل عبد المنعم الماتش ده كان نازل مخضوض ومتمسمر في مكانه بدون اي سبب، والجول الاول بتاع الزمالك لو كان طلع عليه كان زمانه صد الكرة دي وخلصنا من وجع الدماغ ده، انما هو فضل متمسمر في مكانه لغايه ما العربجي استغل اصابه سعد سمير اللي هو كمان اعتمد على طلوع احمد عادل من مكانه، وبدات المهزله. مؤمن زكريا جات له كوره في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني من كوره ثابته من اسيست من عبد الله السعيد، مفيش اسهل من كده علشان يجيب لنا جول التعادل، بس بكل رعونه خطها في العارضه. السؤال بقى هنا، انت عايز ايه اسهل من كده علشان تهدف يا اناني؟ كان زمانك مغير نتيجه الماتش 180 درجه. على الجانب التاني تحيه خاصه لمؤمن سليمان مدرب الزمالك الجديد، لانه راجل واقعي ونازل محترم الاهلي جدا بالتشكيل بتاعه. مجرد بدايته بثلاث لعيبه ارتجاز اللي هم احمد توفيق ومعروف يوسف وطارق حامد في ماتش الاهلي خلاه يعلى في نظري جدا، لانه واحد نازل مأمن نفسه تماما بان ما يجيش فيه جول الاول يوتر له الماتش، وفي نفس الوقت لعب على نقطه ضعف الاهلي البدائيه اللي صوتي باظ من كتر ما قلت عليها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، اللي هي الكور الطوليه في ظهر الباكات ومدافعين الاهلي، واللي بتبقى في وش المهاجم اللي طاير من الفريق الخصم، ونجح في انه يجيب الجول الاول والجول الثالث منها، وكل تغييراته كانت دفاعيه وواقعيه علشان يحافظ على فارق الهدفين، ما عدا تبديل شيكابالا ونزول مصطفى فتحي مكانه كان مركز بمركز علشان النتيجه كانت لسه مش مطمئنه بالنسبه له. لذلك شابوه للراجل اللي بيعمل اللي عليه من غير ما يتفلسف او يعمل فيها بيفهم في انه يورط ناس ملهاش علاقه بالماتش اصلا. مارتن يول يوم ما بيعمل ماتش كويس بيبوظ كل اللي عمله في الماتش اللي بعده، يعني هو عامل ماتش حلو قدام انبي فراح مبوظ كل اللي عمله قدام الزمالك، وده ان دل على شيء فانه يدل على انه مدير فني غير كفء
وبيحب يتفلسف، وكل ماتشاته اللي بيأديها كويس هي مجرد صدفة لا اكتر، وهو سبب هزيمتنا الاول النهاردة. الكارت الاحمر بتاع غالي غير مستحق، بس العربجي ممثل كويس. والكارت الاحمر بتاع فتحي بسبب التوتر، واللي وتر الماتش اصلا هو الحكم ضعيف الشخصية اللي بيجي باللي بيمثل عليه كويس. اخيرا الف مبروك لجمهور الزمالك المحترم على الكاس، اللي اعترف بان الاهلي كان اداؤه احسن النهارده من الزمالك، وعارف ان الاهلي كان احق واقرب للفوز من الزمالك. وهارد لك لكل جماهير الاهلي العظيمه. وعايز اقول لكم ما تزعلوش، احنا كنا احسن في الماتش وكنا احق بالفوز، بس للاسف ظروف الماتش والحظ كانوا ضدنا، وهي الكرة كده، اللي بيفضل يضيع كتير سهل جدا انه يستقبل. وده ما يمنعش على الاطلاق ان كان في اخطاء من جانبنا بتتلخص في مارتن يول اللي لعب بتشكيل غلط وما غيرش سعد سمير بعد الاصابه، وخرج عمرو جمال في اعلى اداء ليه مع الفريق، وراح منزل لنا عماد متعب اللي مريح بقاله مده كبيره جدا. واخيرا ورط ميدو جابر اللي ملوش اسبوع جوه نادي الاهلي. اخيرا انا حابب انوه ان ده برنامج اهلاوي لمحلل اهلاوي غير فني بالمره، يعني ما تتوقعش انك تدخل تلاقي كابتن طه اسماعيل بيحلل ماتشات. فلو انت زملكاوي ومتضايق مني او من البرنامج، وفر على نفسك الكومنت اللي محشور في زورك وفي دماغك ونفسك تكتبه، وما تشوفنيش تاني، بسيطه. ولو عامل لي اشتراك اعمل ان سبسكرايب، ولو زملكاوي محترم اهلا بيك في اي وقت على دماغي من فوق. وبالمناسبه انا مش بقلد حد، فوفر الكومنت العقيم اللي انت عايز تكتبه دلوقتي. الف شكر ليكم على المساندة اللي انتم مدينها لي، وبتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، وانا دايما بقول اللي بشوفه من وجهة نظري جوه الماتش، ودايما بما يرضي الله. ومن حقك انك تختلف معايا طبعا، بس بأدب. خلينا دايما ننشر الايجابية ونبعد عن السلبية. لو عجبتكم الحلقة ياريت ما تنسوش اللايك وشير في الخير وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. ولو حابب تضيفني على الفيسبوك او اي اكاونت تاني هتلاقيني في صندوق الديسكريبشن تحت. ياريت تعمل لايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك. كان معاكم هيما تيوب، اشوفكم الماتش الجاي على خير. سلام.